شهادات 25% وشهادات مرتفعة واجتماع البنك المركزي وإصدار أعلى شهادة بالبنوك المصرية الآن. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار، من أول 1000 جنيه لأسفل الفيديو وفي أول تعليق. وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. الجميع الآن يبحث عن أعلى عائد بالبنوك، وذلك بعد الإعلان عن نسبة التضخم التي وصلت إلى 40.3%، وهي نسبة غير مسبوقة في الاقتصاد المصري. ويعتبر حاليا الفائدة بالبنوك مع نسبة التضخم غير مناسبة لكثير من العملاء، ونسبة التضخم أعلى من الفائدة بالبنوك حاليا. ومع تثبيت أسعار الفايدة بالفدرالي الأمريكي أدى ذلك إلى ارتباك كثير من المحللين في توقعاتهم في قرار البنك المركزي القادم. هل يتم رفع أسعار الفايدة بمقدار 50 نقطة أساسي إلى 200 نقطة أساسي، أم يتم تثبيت أسعار الفائدة؟ وهل يتم إصدار شهادات استثنائية مثل شهادة 25% السابقة في شهر يناير الماضي؟ لأن عند رفع أسعار الفايدة فيجب رفع أسعار الفايدة على الشهادات الثلاثية حاليا، التي وصلت في بعض البنوك إلى 20%، وهي منها البنك الأهلي المتحد الذي يصدر شهادة ثلاثية فائدة ثابتة. الأهلي المتحد حاليا الشهرية هو 20%. كما يصدر بنك تنمية الصادرات شهادة أخرى، شهادة ثلاثية ب20%، العائد عليها بيكون شهريا وثابتة طول فترة الشهادة وهي 3 سنوات. كما يصدر بنك المشرق العربي شهادة 19.5%، ونوع الفايدة بتكون ثابتة طول فترة الشهادة لمدة 3 سنوات. وأخيرا الشهادات المعروفة هي الشهادات بالبنك الأهلي وبنك مصر، وهي شهادات 19%، والفايدة فيها بتكون شهرية لمدة 3 سنوات ثابتة طول فترة الشهادة ال3 سنوات. وأخرى شهادة 22% المتدرجة، أول عام 22% وثاني عام 18% وثالث عام 16%. فهل يتم إصدار شهادات استثنائية بفائدة مرتفعة تصل إلى 25% بعد اجتماع البنك المركزي القادم يوم الخميس؟ كل ذلك يعتمد على قرار البنك المركزي. هل يتم اتخاذ قرار رفع الفايدة أم تثبيتها؟ وهل يتم سحب سيولة نقدية من السوق مرة أخرى لتوفير الدولار وجذب العملاء تخزين الدولار إلى الجنيه المصري مرة أخرى والاستثمار في البنوك؟ فتابع معانا كل جديد وكل التطورات واجتماع البنك المركزي يوم الخميس القادم. فما تنساش مشاركة الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو.